حبيبي وعزيزي برج الميزان، حبايب قلب عم جار من زمان، ملوك الحب والإحساس والحنان. بصوا يا ميزانين يا حلوين، هنقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع الرابع وآخر 10 أيام في شهر فبراير شباط، من يوم 21 ليوم 28. يا رب يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم. المهم تعملوا اللي عليكم، الفرص ممكنة والأماني ممكنة وكل حاجة ممكنة. محتاجين بس تركزوا، محتاجين تعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا، بأمر الله يكرمكم آخر كرم. طبعا يا حلوين مهم جدا تشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه، بعدين هقول لكم كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته. وكده كده كل اللي بنقوله هو فرص واحتمالات إيجابية أو سلبية، حصلت ما حصلتش الله أعلم تماما بتاعة ربنا. نبدأ بسم الله على طول ونقول أكتر جزئية منورة وإيه حاجة كده وش القفص، وجود الزهرة ووجود المشتري يعني السعد الأصغر والسعد الأكبر، كواكب الحظ في برج الحمل. وخلي عندك أمل لأن ده بيتكم السابع. بأمر الله الأسبوع فيه فرص مش للكل، للي ربنا هيختاره، بس فيه فرص للزواج، لشراكة مالية، لشراكة عملية، لتعامل مع أطراف تانية، لحل خلافات زوجية، لرجوع منفصلين أو متطلقين، لحل خلافات مع شريك العمل أو المال، فرص لشراكة جديدة، لتحالف مع طرف تاني، أمر عايزين تخلصوه تلاقوا طرف تاني في حياتكم يساعدكم، يبقى جنبكم، يبقى معاكم، أو تقريب وجهات نظر ما بين اتنين ما بينهم اختلافات، فرصة للتحالفات، التعاون، وأي حاجة فيها طرفين لازم تطلعوا منها مستفيدين. والأزواج الحلوين فاهمين بقى ننيم العيل بدري حبتين، فرصة موجودة. نقول بقى ان الشمس في برج الحوت في بيتكم السادس، فده اللي ممكن يكون عمل عليكم ضغوط عمليه، ضغوط صحيه، تلاقوا التزامات، مسؤوليات، ضغوطات، الوقت مش مكفي، امور متراكمه، ممكن احيانا تتاخروا عن مواعيدكم، مش عارفين ترتبوا اولوياتكم، وهنا انتوا شطارتكم تنظموا اوقاتكم وتبداوا بالاهم فالمهم. نرتب اولوياتنا، نلتزم بمواعيدنا، ناخد بالنا من صحتنا، ما هو كتر الضغوطات بتعمل ارهاق واجهاد، فلازم نرتاح من فتره للتانيه، لان ممكن الضغوطات تبقى زايده، مسؤوليات بقى عائليه، منزليه، شخصيه، عمليه، مهنيه، دراسيه، ايا كان نوع المسؤوليه هتبقى ضغطه شويه. طبعا بقى وجود عطارد وزحل الاتنين في برج الدلو في بيتكم الخامس، العاطفه، قلوب كتير وحاجات بتطير. هنا بصوا هو الموضوع ماشي عكس عكاس، لان زحل ضاغط في الحته العاطفيه، تاجيل عاطفي، ركود عاطفي، مشاكل عاطفيه، فراغ عاطفي، تاخير، تاجيل، خلافات، تاجيلات، عدم راحه عاطفيه، مشاعر نايمه شويه. فالمشاكل دي بسبب زحل موجوده. تيجي من الناحيه التانيه تلاقي عطارد في برج الدلو يعمل قدره على التنظيم العاطفي، الحلول العاطفيه، الافكار العاطفيه. تاخدوا نفسكم شويه، تعدوا الضغوط، تعدوا المشكلات، تعدوا التاخيرات، تنظموا اوضاعكم، تعبروا عن مشاعركم، تتواصلوا عاطفيا بشكل افضل. يعني حبه كده وحبه كده، بصراحه مش عارف اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي، بس نقول ان شاء الله تبقى ايجابيه في الحته العاطفيه، فرص لارتباط واعجاب وانجذاب، الاستمتاع احيانا بالاوقات، وقلنا الازواج تتبسط شويه. طبعا المريخ في الجوزاء في بيتكم التاسع، فوارد يبقى في سفر، يبقى مشاوير بعيده، عندكم طاقه وقدره على التميز، عندكم تميز كده روحاني ديني، حاله نفسيه تبقى جديده، بس مشكلتكم التسرع والتهور. الفتره دي انا عايزكم هاديين مش متسرعين، حتى وانتوا بتسوقوا عربياتكم اهدوا على نفسكم شويه وخدوا بالكم، ما تتسرعوش في ردود افعالكم، ما تعملوش مكالمات او تبعتوا ايميلات وانتوا في حاله تسرع. اهدوا، قادرين تاخدوا قرار وتتحركوا وتروحوا وتيجوا وتعملوا وتفكروا وتسووا، بس المهم الهدوء، الكنترول. طبعا الامور العائليه وارد يبقى فيها تغيير ايجابي بامر الله. في بقى اورانوس في برج الثور، وهنا وارد يبقى في شراكه ماليه مفاجاه، استرداد فلوس بشكل مفاجئ، او سداد فلوس بشكل مفاجئ، او خلاف بسبب الفلوس برضه بشكل مفاجئ، والفلوس غيرت النفوس. ركزوا في الامور القانونيه والحكوميه والقضائيه، وارد يبقى فيها مفاجآت بشكل او باخر، او امور غير متوقعه مش عاملين حسابكم عليها، فدايما خليكم جاهزين لكل الاحتمالات. كده تقريبا قلنا كل جزئيه، ونيجي لكل يوم من الايام بالتفصيل يا ميزان يا جميل. ونبدا بالتلات يوم 21 فبراير شباط، القمر في برج الحوت، يوم عملي، يعني هنا
بيتكم السادس فوارد يبقى فيه التزامات، مسؤوليات، ضغوطات، الامور متراكمه عليكم، الوقت مش مكفيكم. هنا محتاجين الهدوء والتنظيم، التوازن ما بين العمل والصحه. ونيجي على الاربع والخميس 22 23 فبراير شباط، القمر في الحمل في بيتكم السابع. هنا خدوا بالكم القمر هيبقى موجه ليكم، ضاغط على العلاقه الزوجيه، بالاخص العلاقات الضعيفه شويه. خدوا بالكم العند والجدال، مش عايزين وجع دماغ الله يكرمكم. نفس الكلام مع شريك العمل او المال، لو في مشاكل اصلا يبقى تاخد بالنا بزياده في اليومين دول. العلاقات القويه والشراكات القويه هتعدي، بس في فرص لزواج، لعلاقات تؤدي لزواج، لشراكه ماليه او عمليه جديده. الجمعه والسبت والحد لغايه الساعه 5، يعني 24 25 26 فبراير للساعه 5، القمر في الثور في بيتكم الثامن. طاقه جنسيه 100 100 بين الازواج. هنا وارد نهتم بامور قانونيه او حكوميه او قضائيه، وارد يجي دعم او مكسب مالي من طرف تاني، اب ام اخ اخت زوج زوجه ابناء، قرض جمعيه عمل ايا كان، ممكن يجي قرشين في اليومين دول والسلام. بس برضه احذروا الخلافات مع اطراف تانية بسبب الفلوس. هنيجي للحد بعد الساعه 5 ومعنا الاثنين والثلاث 26 27 28 فبراير، القمر في الجوزاء. بدايه ولا اجمل ولا احلى ولا اروع في بيتكم التاسع. تواصل، تفاهم، تميز، تاخدوا قرارات، تتصالحوا مع نفسكم، تفهموا نفسكم، تراجعوا قراراتكم الغلط وتصلحوها، تبداوا امور جديده في حياتكم. قادرين يجيلكوا خبر او رد او اتصال انتم مستنيينه من طرف تاني، فتنهوا الشهر والاسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله اعلم.